السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباراة الجزائر ضد الأردن في كأس العالم 2026 يستضيف استاد ليفاي مواجهة عربية مرتقبة تجمع بين الجزائر والأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026. المنتخب الجزائري خسر أمام الأرجنتين بهاتريك تاريخي من ليونيل ميسي في مباراة خاضوها بندية كبيرة أمام حامل اللقب. المنتخب الأردني تعرض لخسارة في الجولة الأولى أمام النمسا بثلاثية نظيفة، ويحاول استعادة حظوظه في التأهل في كأس العالم بمباراة قوية أمام الجزائر. وتنطلق مباراة الجزائر والأردن في كأس العالم يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على استاد ليفاي في تمام الساعة 4 صباحا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والسادسة صباحا بتوقيت الأردن. تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق مباريات كأس العالم، وتعرض مباراة الجزائر ضد الأردن على بي إن سبورت ماكس 1 وبي إن سبورت ماكس 2. ترتيب المجموعة قبل اللقاء: تتصدر الأرجنتين المجموعة ب3 نقاط، ثم النمسا ب3 نقاط، فيما يحتل الأردن المركز الثالث والجزائر المركز الرابع من دون أي نقاط، مع أفضلية طفيفة للأردن في فارق الأهداف. ويقود فريق الأردن النجم موسى العمري أبرز لاعبي الكرة الأردنية إلى جانب يزن النعيمات. في المقابل تلقى المنتخب الجزائري هزيمة صعبة أمام منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة، لكنه يدرك أن حسابات التأهل لا تزال قائمة، ويعتمد محاربو الصحراء على خبرة القائد رياض محرز، إضافة إلى أمين جويري وإسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني، وهي أسماء قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة. المباراة تحمل طابعا عربيا خالصا، وقد تكون الأكثر إثارة في الجولة الثانية، لأن الخاسر سيكون قريبا جدا من مغادرة البطولة. شكرا على مشاهدتكم الفيديو. أدعو الجماهير الجزائرية والعربية إلى الاشتراك في القناة من أجل التوصل بتغطية خاصة لمباراة الجزائر ضد الأردن. شكرا على وفائكم وإلى اللقاء.